أهلاً بكم في استكشافنا اليوم لمصدر شيق بعنوان ظل على الباب. القصة بترجع لعام 2014 وحادثة غريبة شوي صارت مع شابة اسمها نورة. نعم، نورا كانت عايشة مع عائلتها ببيت قديم، يعني من هاي البيوت اللي بتحس فيها جو خاص بأحد الأحلاء الشعبية. تماماً. وخلينا نتخيل المشهد، نص الليل، الكل نايم، وهي يعني قاعدة بتتصفح موبايلها قبل ما تنام. تمام. فجأة برن جرس البيت، والتوقيت مهم جدا. النص بيحدد. إنه كانت الساعة 3:15 الفجر، وقت يعني مش طبيعي أبدا ومثير للقلق بحد ذاته. أكيد طبيعي إنها تقلق، فبتروح نورة تطلع من الشباك بحذر، بس ما بتلاقي أي حدا برا، الشارع فاضي. بيسكت الجرس، بس القصة ما بتخلصش هون. بعد كم دقيقة، يمكن 5 دقائق زي ما بلمح المصدر، هالمرة برن تليفونها هي شخصيا. وهون الموضوع بصير أغرب. بالضبط. الرقم مجهول، ولما ردت نورة سمعت صوت خشن شوي فيه بحة وبيحكي بنبرة آمرة: اطلعي، احنا بننتظرك برا. يا الله، موقف مرعب صراحة. جرس بنص الليل وبعدها مكالمة من مجهول بنفس النبرة المخيفة هي. شو عملت؟ رد فعلها كان سريع ومنطقي، يعني سكرت الخط فوراً وراحت تصحي أبوها. الخوف خلاها تتصرف بحذر. أكيد هذا التصرف السليم. طيب طلعوا يتفقدوا الوضع برا؟ نعم، طلعوا سوا، الأب وبنته، يدوروا يتفقروا حول البيت، بس ما لقوش أي شيء، ولا حدا، ولا حتى أثر لأي حدا كان واقف هناك. غريب، يعني كأن الموضوع تبخر فجأة. تقريباً. بس لسه في جزء مهم بالقصة، الجزء اللي يمكن بيزيد الحيرة أكتر: اللي هو كاميرات المراقبة. العائلة كان عندهم كاميرات مثبتة حول البيت، فقرروا يرجعوا للتسجيلات، يعني بلكي فهموا شو اللي صار بالضبط. الكاميرات. طيب وشو بين فيها؟ هل صورت حدا عند الباب أو الشخص اللي اتصل؟ وهون المفاجأة الأكبر، الكاميرات ما قدمت جواب، بالعكس عقدت الموضوع أكتر. التسجيلات أظهرت شيء أغرب من كل اللي صار. شو أظهرت؟ أظهرت ظل شخص واقف عند الباب الأمامي. ظل؟ طيب ممكن يكون طبيعي إذا كان في حدا واقف. لا، مش طبيعي أبدا بالطريقة اللي نشاف فيها. الظل كان واقف ثابت تماما بلا أي حركة لمدة 10 دقائق كاملة. التمثال عند باب بيتكم الساعة 3:30 الفجر، والأغرب من هيك ملامحه أبدا مش واضحة بالتسجيل، مجرد خيال أو ظل أسود ثابت. 10 دقايق وبعدين اختفى فجأة؟ شو صار فيه؟ النص ما بيعطي تفاصيل عن كيف اختفى، بس بيأكد إنه الضل كان موجود لهي المدة، وبعدها ما عاد في أي أثر إله أو للشخص اللي كان واقف. فصار عنا تسلسل غريب، جرس بيرن، مكالمة مخيفة، ضل ثابت وغامض قدام الباب بالكاميرا، وبعدين كل شي بيتلاشى. والأمر المحير أكتر هو اللي بيختم فيه المصدر القصة. صحيح، المصدر بيأكد إنه حتى لحظة كتابة النص ما حدا عرف مين كان هالشخص أو الظل أو شو كانت دوافعه، لغز كامل مفتوح. إذن اللي منستخلصه من هالمصدر مش مجرد قصة غريبة عابرة، لا، هي تجربة حقيقية للقلق والغموض اللي ممكن يدخل حياتنا فجأة من خلال أحداث تبدو بسيطة بس تفسيرها صعب. وهون النقطة اللي بتخلينا نفكر: كيف ممكن تتابع أحداث زي جرس تليفون، ظل، يخلق كل الأثر النفسي العميق والمستمر؟ هل كانت مجرد مزحة متقنة بشكل مرعب؟ أو يمكن غلط بالعنوان مثلاً؟ ممكن. أو هل فعلا الكاميرات التقطت شيء، ظاهرة أو موقف معين، بيضل خارج إطار فهمنا المنطقي؟ النص طبعا ما بيعطينا جواب. وهذا اللي بيخلي القصة تعلق بالذاكرة، بتترك الباب مفتوح لكل الاحتمالات. تماما. وبيخلينا نتساءل، هل ممكن الصدفة واحدة ترسم سيناريو مخيف ومحير لهالدرجة؟ وهل كل شيء ما بنفهمه هو بالضرورة شيء خارق للطبيعة، أو هو مجرد تفاصيل ناقصة بصورة أكبر لسه ما اكتملت؟ هالتساؤل بيضل يتردد بعد ما نقرأ ظل على الباب.